دائما بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية ومن أجل تعزيز مجهودات الدرك الملكي في مجال السلامة الطرقية، أطلقت مرحلة تجريبية لاستعمال طائرات بدون طيار أو ما يسمى بالدرون في مجال المراقبة الطرقية. تفاصيل مع وفاء اليعقوبي. تقنية متطورة أخرى تنضاف إلى الآليات التي يعتمد عليها الدرك الملكي في مجال السلامة الطرقية. إنها الطائرات بدون طيار أو ما يعرف بالدرون، وسيلة فعالة أطلقت اليوم في إطار عملية تجريبية بموجبها سيتم رصد جميع المخالفات التي لا تتمكن الرادارات من كشفها. تم إطلاق مرحلة تجريبية لاستعمال الدرون في مجال المراقبة الطرقية اللي كتمكن الدركي من رصد بعض المخالفات كتتعلق بسلوك السائقين، واللي يمكن ليه يعينها بجهاز تحكم عن بعد، ويمكننا نستعملوها أيضا في المراقبة على الطرق أو في حالات حوادث السير. الطائرات بدون طيار تلتقط صورا بجودة عالية تتم معاينتها مباشرة عبر جهاز التحكم عن بعد، مع إمكانية معالجتها رقميا بسرعة وبدقة محكمة، ثم تسجيلها وتوثيقها بكل فعالية.